انت شلونك؟ شلون الدراسة اليوم؟ الحمد لله منيح. بس اليوم جايب لك خبر كتير حلو. خير ان شاء الله. في شيء خفافها رياضية وطعم رياضة كتير حلوين. وعادة انت كنت وعدتنا تشتري خفاف وطعم رياضة. ان شاء الله ايش قد حقه؟ ما اصلا هنين على هون الطعم خفاف كلنا على بعضنا 800 ليرة. والله عندهم كويس. اي خلص تكرم عينك رح اجيب لك اياه. احنا بدنا نروح نشتريه؟ لا ماما مو اليوم، يعني اول الشهر الجاي ما ضل له شي 15 وصي اول الشهر بجيب لك اياهم. ماما عارفة ايه بعد يومين بدي يخلص العرض شلون تجيبي لي اياهم؟ طب ما بعرف، هيك نصيبك هيك حظك. ايش انتوا وعدتيني تجيبوا هذا نص قيمتهم. ماما نص قيمتهم ولا ما نص قيمتهم؟ طب هلا صار العرض وانا يوم وقت اللي ما كان معي مصاري. لك صحيح مثل ما بقول اهل المثل. لا حول ولا قوة الا بالله. ماما ايه حبيبي؟ عاملين عرض على الايبادات. كويس. شو قد يعني؟ عرض نص القيمة. والله عرض كثير كويس ممتاز. بدك تجيبينا اخيرا؟ ايه خلص تكرم الشهر الجاي ان شاء الله، اول الشهر الجاي. ماما بس العرض بس اليوم. بس اليوم العرض؟ ايه بس انا اليوم ما معي. طيب يعني ما بتحسي الدبرية من هون الله يخليكي. والله يا حبيبي ما معي، خلص اول الشهر الجاي بجيب لك. بعدين بيخلص العرض وبصير حقها غيت وتصير تقولي لي ما معي غالي. طب هلا يا روحي يعملوا عليهم عروض وتنزيلات بس انا ما معي، يعني ايش اساوي؟ لك صحيح مثل ما بقول المثل. متى حسبي الله ونعم الوكيل. ماما ما تشتري لنا اغراض عيد؟ ما بعرف والله ما استاهي. ليش؟ ماما كنا اقول لك انه امبارح شفت واحد عم بيع اللي بتقطع 100 ليرة، في عناياتي في عنايات بابا في عناياتي وفي عنايات اخواتي كلها. والله ما بعرف، انا ما يعني بظن انه هالعيد ما رح نشتري اغراض العيد. ايشو ما تشتري اغراض العيد؟ ايشو هذا؟ يا ماما ما بعرف، قال لي انه ما خرج نشتري ما بيعرف لسه، بس يعني الاكثر ما بدنا نحسن نشتري. يلا بركي ان شاء الله على العيد الكبير. ماما عم بقول لك عاملين عرض يعني قطع 100 ليرة، يعني ب1000 ليرة بنشتريها كلياتنا. طيب ماما ب1000 ليرة بنشتري لك كلياتها، بس هيك ابوك قال لي يعني ايش بعمل؟ ماما معقول انا على 1000 ليرة؟ ماما 1000 ولا ما 1000؟ يعني اذا 1000 وما في معنا ايش نساوي؟ طيب يا ماما ايش اساوي يعني؟ هيك نصيبك عروض وما معنا ايش نساوي؟ صحيح مثل ما قالوا اهل المثل. ايه على حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ماما نسيت اقول لك اليوم عاملين نشاط بالمدرسة يا رياضة. ايش هو؟ يدربونا كاراتيه لشخص 225 ليرة. كويس. وين؟ بنادي كتير فخم مشهور. بس 225؟ لأنه على طريق المدرسة، إذا مو على طريق المدرسة بدنا ياخذوا 3000 ليرة. خلص ان شاء الله الجمعة الجاي اخرتها بعطيك يكون صار اول الشهر. بتقولي دوري يروح بس يسددوا عدد الطلاب بتنتهي العرض. طيب انا ايش اعمل يعني؟ انا اليوم ما معي اعطيك. اسمع باقي العرض كتير قليل 225 ليرة بس. طب 225 انا معي. طب اسأل الأنسة ما بتسجل لك هلا وبندفع لك الجمعة اخرتها الجاي؟ شو؟ ايش بدك الأسد تحسبني مجنون؟ لك لا ما تحسبك ماما مجنون، بجوز تقلك ايه؟ إذا ما حسبتني مجنون بتضحك علي. ايه تضحك عليك؟ يعني انا منين بدي اجيب لك؟ يعني ما بتحسب الدبرية من هون أو من هون؟ يا ماما ما بحسن ادبرها لا من هون ولا من هون. اذا ما ضل لك دور ايش نساوي؟ هيك نصيبنا هيك نصيبنا ايش بدنا نساوي؟ صحيح مثل ما قالوا اهل المثل. ايه يا نجمة شلون يوم كانت دراستك؟ اليوم كتير كان حلو. مو قلت لك إنه أغراض الرياضة إنه اليوم كان عندنا بدل كتير انبسطنا لأنه ماما طابع كتير انبسطنا.
ايش هو ماما؟ في عرض على التليفون وجبة إفطار فيها فروت وشوربة بطاطا وسلطة وحلو ضيافة صاحب المحل. والله حلو كتير العرض، ايش رايك فيه يا نجم؟ كتير حلو، حتى محل. يلا بركي حفظ الموقع، بركي بنروح عليه الشهر الجاي، اول الشهر الجاي. ماما شو الشهر الجاي وجبة إفطار يعني برمضان، بعد رمضان بخلص العرض بعد شهر ما بلا إفطار ولا شيء. طيب ايش نسوي يا ماما؟ اذا هيك نصيبنا اجت كل العروض واجا كل التنزيلات في هالوقت وانا ما معي، صحيح مثل ما بقول المثل يعني. إيه مثل إيه إيش هذا المثل؟ نشفت قلبي لوقتي ده المثل. انتوا قلتوا لي هالمثل قلنا بالطريقة الله لا مهلا